مساء الخير. بما ان الامور فاقت حدود المعقول وان احنا كمصريين بنتشتم يعني علني كده، ومن ناس اساسا ملهاش دعوه باي حاجه تخص القضيه الفلسطينيه، كل دورهم في الحياه لمسانده فلسطين ان هم يطلعوا يهتفوا، ان هم يكتبوا على الفيسبوك يشتمونا احنا ازاي ما بنحاربش، انتوا 110 مليون بني ادم ازاي ما تخشوش تحاربوه، وكأن احنا مكتوب علينا ان ولادنا يموتوا في سبيل ان بتوع شمال افريقيا يفرحوا قوي ان يعني خلاص بقى فلسطين هتتحرر بان مصر تموت عيالها. وزي ما بيقولوا كده ان القضيه الفلسطينيه لاخر جندي مصري والاخر فلس خليجي، هم معتقدين كده اعتقاد تام يعني. فالنهارده انا طالعه اوضح ان الناس دي اساسا ما تقدرش تنطق في بلادها، حاطين سوري الجزم في بقهم في بلادهم. وتعالوا نبدا بالجزائر. من شهرين 2 كانت في مسيره عايزه تطلع لقدام، شهر ابريل اللي فات يعني، كانت في مسيره عايزه تطلع للسفاره الامريكيه تندد اللي بيحصل في غزه. السلطات الجزائريه منعتها وعملت حظر وتجول في المنطقه بتاعت السفاره، وعملت لهم حظر تظاهر ومسكت منهم ناس. انتوا جايين عندنا تعملوا ايه؟ ورئيس جمهوريتكم اللي اساسا طلع في مره من كام شهر وقال لك انا لو حدودي مع فلسطين انا كان زماني حررتها. طب كنت احضر مؤتمر بغداد اللي هو كان لنصرة الشعب الفلسطيني، كنت احضره، كنت اشوف هيقولوا ايه، كنت ساعد. نيجي بقى للمغرب اللي السنة اللي فاتت بس يعني طوفان الأقصى ولا الضرب في غزة من 2023 هم صحيوا بعد سنة اللي هو سنة 24 وقالوا لك احنا نعمل مظاهرة لنصرة غزة. السلطات منعتهم، الحكومة قالت لهم ما انتوش خارجين، فهم جمال قوي راحوا راجعين بيوتهم يقعدوا قدام النت ويشتموا المصريين بس، يعني بيطلعوا ضعفهم وقلة حيلتهم على المصريين. الجميل بقى ان المغرب بتعمل مناورات اسمها الاسد الافريقي، المفروض ان الدول المشاركه فيها تبقى دول افريقيه. لا شوف يا مؤمن، الاسد الافريقي اللي هم بيعملوه مشاركه فيها اسرائيل، ومشاركه بلواء عسكري اسمه جولاني. الكتيبه دي او اللواء ده اللي مشارك مهمته ايه في الجيش الاسرائيلي؟ مهمته حرب المدن واقتحام الانفاق. يعني ده انتوا جايبين الناس اللي بتقتل في الفلسطينيين بجد، جايبينهم عندكم في بلدكم بتتدربوا معاهم، بتعملوا معاهم مناورات تشوفوا هو يعني بيشتغلوا ازاي عشان انتوا تستفيدوا. حد يقول لي ما هي مصر بقى اكيد، ما هي مصر افريقيه بقى فاكيد مشاركه. لا يا عين ماما، مصر مش مشاركه. يعني المغرب بقى لها 3 سنين بتعمل المناورات دي وبتدعي اسرائيل فيها، ومصر من 3 سنين ما بتشاركش في المناورات دي. عارفين ليه؟ عشان احنا عندنا رجاله، ان احنا جيشنا رجاله ما يحطش ايده في ايد عدو بيغتال ناس ابريه، واحنا عارفين ان اسرائيل عدو وهتفضل طول عمرها عدو للمصريين. عارفين ليه؟ عشان احنا عارفينهم وهم عارفين ان احنا الناس الوحيده اللي هزمناهم، فعشان كده هم خايفين مننا. انتوا يخافوا منكم ليه؟ انتوا ولا حاجه يعني من الاخر. نيجي بقى للتوانسه اللي القافله طلعت من عندهم، ويعني هم الناس محموين قوي وعمالين فري فلسطين واحنا هنحررها واحنا رايحين وافتحوا الحدود ومحدش يقدر علينا، احنا بعد 1000 كيلو لازم نخش مصر اصلها عزبة اللي جابوك. المهم انا عايزه اقول لك يا اخويا، بدل ما تبص بره وتقطع 1000 كيلو بص جوه عندكم. الفيديو ده فيديو متصور عندكم في شوارع تونس، ومش في شوارع تونس كمان، ده بين المدن لإسرائيليات رايحين جربة التونسية، وبصراحة يعني قاموا بالواجب وزيادة، وزي ما هنسمعهم. يبرح كل خيالي إسرائيل، يشوي حتى النيمة، يدوا علينا إسرائيل، يدوا على تونس، جيبوا حنين يا ربي، تحيا تونس، تحيا إسرائيل وتحيا تونس. سمعت؟ تحيا تونس وتحيا إسرائيل. بدل ما تتحمق قوي كده ويطقلك عرق، نظف بلدك قبل ما تيجي تقف على حدود مصر وقول افتحوا الحدود علشان خاطر انتوا اللي محاصرين فلسطين. فلسطين مين ياض؟ فلسطين مين اللي احنا محاصرينها؟ ده 80% من المساعدات اللي داخله فلسطين بتاعتنا احنا، من قوت شعبنا احنا، مش منكم.
نيجي بقى لوزير خارجيتكم الاسبق احمد ونيس. الراجل بصراحه طلع قال تصريح انا مش عارفه قاله ازاي. قال لك اسرائيل مش عدو، احنا مش بنعادي حد، اسرائيل مش عدو. امال ايه يا برنس؟ قال لك لا احنا ضد الاحتلال. ازاي حضرتك؟ يعني انت بتكلم عالم بهايم ولا انت فاكر ان العالم كله زي الخرفان اللي عندكم في تونس، يعني بيسمعوا كلامه ومش بيفهموه؟ هي اسرائيل دي مش محتله فلسطين؟ هي اسرائيل دي مش بتقتل الناس الابرياء وبتقتل الاطفال؟ هو حضرتك لما تطلع تقول احنا مش اعداء، ماشي اوكي، بس احنا ضد الاحتلال، لا بس انت بني ادم، انت لازم تكشف على قواك العقليه. عايزه اقول لك ان انت اساسا حاطط جزمه في بقك في بلدك. يعني في شهر مارس اللي فات كانت في مظاهره طالعه، كانت عايزه تروح كارفور في مدينه صفاقس والامن التونسي منعها. يعني حطيت جزمه في بقك وسكت، وكل اللي عمله قيس سعيد انه بعتك على مصر. يلا بقى يخلص منكم بالمره. نيجي بقى للزغلول الكبير، تركيا. احمد داوود اوغلو رئيس وزراء تركيا السابق طالع ضارب لك الكوفيه الفلسطينيه وقال لك انا هتقدم انا ومراتي للسفاره المصريه علشان ناخد تاشيره ندخل غزه. بص الصيغه، وكأن مصر هي اللي قافله غزه رغم ان اسرائيل هي اللي قافله غزه. فالبيت جاي بيزايد علينا بقى، وزي سوري في اللفظ كده ما بنقول في مصر، كلم اسمها ايه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. اوكي. في شهر فبراير اللي فات طلع داوود اوغلو راح قايل لامريكا، ما امريكا طلعت في فبراير وقالت لك لا انا هاخد غزه تبقى ارض امريكيه بقى، وانا هعملها منطقه رفاهيه عالميه وحاجات كده. فطلع قال له ليه تاخدها انت، ما تخليها حكم ذاتي تحت ايدين تركيا، خصوصا ان هم تبع السلطنه العثمانيه، ده كان اخر حكم فيها. ده انت جبته لنفسك سلطنه عثمانيه، تعالى هنا. ده انتوا اللي دخلتوا اليهود هناك. من اول السلطان سليمان القانوني لما ادى لليهودي يوسف ناسي التصريح انه يروح فلسطين وانه يشتري اراضي من هناك وانه يبعت يجيب اليهود اللي في الشتات ويحطهم معاه. وبعديه جه السلطان عبد العزيز بصراحه منحهم امتيازات رهيبه لغايه ما وصلنا للداهيه عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني بقى ده راح، طبعا هو ما طلعش قال حاجه بقى بنفسه، راح خلصائه قعدوا وهو نفسه قعد مع تيودور هرتزل اللي أسس منظمة الصهيونية العالمية، واتفقوا مع بعض والدنيا جميلة وهوب الدنيا مشيت زي الفل. هتلاقوا لينكات الفيديوهات ديت تحت الفيديو ده. فيعني ايه، ما تجيش يا داوود اوغلو تعمل علينا شريف، يعني ده احنا عارفينك، ده احنا عارفين تاريخكم وعارفين ان انتوا اللي دمرتوا المنطقة العربية والشرق الاوسط كله. فما تجيش والنبي تعمل علينا يعني انك انت صاحب مبادئ، انتوا ولا تعرفوا المبادئ. وبعدين هتيجي على مصر ليه تخش غزة؟ يا اخويا ده انت واسرائيل مقسمين سوريا، انتوا الشمال واسرائيل الجنوب، وليل ونهار قاعدين مع بعض بتقسموا تعملوا ايه على سوريا؟ ما تخطيها كده من سوريا وتدخل على الجنوب السوري، هتلاقي نفسك في اسرائيل. واسرائيل روح غزة، قول لهم انا طالب ان انا اروح غزة بس. والله العظيم انتوا عالم بتستهبلوا وتستاهلوا اللي احنا هنعمله فيكم او بنعمله فيكم. نيجي للاهم بقى، نشطاء حقوق انسان ايه ومدنيين ايه اللي ينظموا قافله بالمنظر ده، وسيبك يعني اللي ينظموا الخطه دي كلها. تطلع قافله بريه من تونس وتفضل بقى طول ما هي ماشيه الاعلام متابعها ومعرفش ايه، في الوقت اللي فيه ناس بتيجي من كل انحاء العالم داخله سياحه مصر، داخلين تأشيرة سياحة، وراحوا الهرم وراحوا القاهرة ومعرفش ايه، لغاية امبارح الجمعة 13 مايو الكل طلع على الإسماعيلية. يعني حتى في سواق تاكسي أوبر قال أنا مستغرب لأن امبارح كان في طلبات للإسماعيلية مهولة. الكل طلع على الإسماعيلية، ولما وقفوا عند البوابة بتاعت الإسماعيلية وابتدى الأمن يشوف هم دول دخلوا ازاي وليه رايحين الإسماعيلية بالأعداد الكبيرة ديت، هربوا دخلوا المزارع اللي جنب البوابات بتاعه الاسماعيليه. بس الناس المصريين مسكوهم وراحوا مخرجينهم للامن، والامن حطهم في مكان عشان يرحلهم. انتوا بتستهبلوا. ده كده رسمي وعيني عينك، اسرائيل هي اللي رسمه لكم الخطه. ده طلع ايدي كوهين عشان يسخن بقى، يقول لك حدود اسرائيل الفعليه هي المكان اللي هتقف منه القافله مش هتقدر تعدي منه. حدود اسرائيل مين يا خرنج؟
حدود اسرائيل عند معبر رفح الفلسطيني ما تقدرش من ناحيه مصر تتعدى ولو شبر. انتوا لو كنتوا تقدروا انكم تخشوا سيناء وتخشوا مصر كنتوا عملتوها. وكل اللي انتوا بتعملوه ده احنا عارفين ان المعركه هتبقى معانا، بس بقى ايه؟ يبقى دخول المعركه دي يبقى بايدينا احنا، بوقتنا احنا، انما مش بوقتكم انتوا.